الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. دلوقتي هعمل معاكم طريقة الزبادي البلدي. عندي كيلو لبن، اهلا بيكم في مطبخ شيزان تاج الدين. عندي كيلو لبن غليته وسبته يبرد شوية ما يبقى دافي خالص، وعندي كوباية زبادي عاملاها من امبارح، هعملها خميرة للبن بحيث ان هو يجمد معانا. تهريها جامد بالمعلقة، نعميها خالص، نعميها بحيث ان تتوزع كلها. تقلبي اللبن كويس، عايزه تعمليه بالفراوله بتعمليه، عايزه تعمليه بالمانجا، باي نوع فاكهه. تقلبيها كويس. ده زبادي السحور يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين. اقلبها كويس واوزع اللبن في الكوبايات عندي، وحطيت ميه تغلي ميه تسخن على النار، تسخن ما تغليش قبل الغليان. هصب كده اللبن، تقلبيه كويس وتوزعيه على الكوبايات بتاعتك. انا هعمله في صينيه في الفرن، طريقة سهلة جدا وموفرة والحمد لله. بحس ان دلوقتي الحاجة غالية دلوقتي. الكيلو ما شاء الله عمل معانا كمية كويسة. وأول مرة تشوفينا لايك وشير سبسكرايب، مشرفني جدا انكم تشتركوا معايا في القناة. ما تنسوش تعليقكم الحلو. كل سنة وانتم طيبين. هوزع اللبن كده. انا حطيت حلة فيها مية على النار تسخن، هضيفها في الصينية وسخنت الفرن يسخن، بس تولعيه يسخن وبعدين تطفي عنه وتغطي الزبادي بسلفر وتدخليها الفرن. يكملش معاكي ساعتين او 3 ساعات بالظبط. يبقى المكونات بتاعتنا: كيلو لبن، كوباية زبادي معمولة من امبارح اللي هي الخميرة. وكده خلصت. هضيف المية السخنة ما تغليش، واضيفها واغطيه بسلفر وادخلها الفرن لمدة ساعتين او 3. تبصي عليها اول ما تجمد معاكي تدخليها التلاجة. شفتيها ربطت، بعد كده تشيك عليها، تبص عليها تلاقيها ربطت، تدخليها التلاجة. اغطيها بسلفر دلوقتي. بتسخني الفرن قبل ما توزعي اللبن، تسخني الفرن الاول، اهم حاجة. كده خلصنا، وكل سنة وانتم طيبين. واول مرة تشوفينا لايك وشير وسبسكرايب. بصي تاني كمية قد ايه. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد باذن الله، ومع الف سلامة.